السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. هنعمل النهاردة القرنبيط بس في صينية كده على البارد، وهندخله الفرن إن شاء الله هيعجبكم بإذن الله. القرنبيط زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده بنشتريه مكبس أهو. شوفوا سبحان الله الرصة بتاعته، سبحان الله الملك هو اللي رصصها. هنحط بقى كده، هنسمي الله، هنحط شوية كمون في مية مغلية، وهحط فيها القرنبيط زهرات كبيرة كده زي ما بنعمل اهو. ومش هسويها قوي يعني تستوي، بس ايه، هكون يا دوب داخله في السوا. هطلع القرنبيط كله، طبعا احنا بنغسله الاول وبنفصصه، ما بنحطوش كامل عشان لو في جواه اي حاجه بنشيلها. هنخرط بقى القرنبيط او نفصصه وردات صغننه كده اهو. انا مش هعمل كميه كبيره، هم بصراحه بيفضلوا المقلي، بس ده كده على قد شخص واحد يعني. وردات صغننه كده اهي، وهحطه في بايركس صغير او صينيه صغيره اللي موجود عندي اهو. هنعمل برضو الخلطه نفس الخلطه، بس دي بلبن مش بميه، عشان اللبن ما ينفعش مع القرنبيط المقلي، هيلهفوا بسرعه ومش هيبقى لونه حلو. هنحط شويه لبن على قد القرنبيط اللي عندي، وهحط عليه بضايه اهو. وهنحط له برضو شويه فلفل عشان الزفاره بتاعت البيض. وهنحط كمون وبابريكا وكركم وشويه توم باودر. لو عايزين توم فريش نحط بقى عادي، مفيش مشكلة هنا اهو. وشوية شطة، ونقلب كل الخلطة دي الجميلة دي مع بعضها. هو بيبقى خفيف جدا عن المقلي وحلو قوي، والمقلي والله بطريقتي لا شارب زيت ولا اي حاجة، برضو جميل يعني اهو. هنضرب بقى كله في بعضه كده، وبعدين هحط له معلقتين من الدقيق. هنحط معلقتين دقيق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. وفك بقى اي كلكعه فيه، عشان خاطر الكلكعه دي ما تبقاش ماسكه كده وشكلها وتبقى مش حلوه في الاكل. هنفك كل الكلكعه لحد ما كله كده، ونحط بقى شويه خضره كمان، وننزل بكل ده على البايركس الجميل بتاعنا ده. بنبقى محميين الفرن على الرف الوسطاني، ما بياخدش كتير، يا دوبك بتنشف كل الحاجات في بعضيها. وبنقدمه بقى مع سلطه طحينه، سلطه خضراء، شويه مخلل، عيش بلدي، بالهنا والشفا. واللي مشتركش في قناتنا يشترك. احلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم ان شاء الله ويوصلكوا كل جديد. شويه زيت بقى على الوش، او ممكن تحطوهم في الخلطه قبل ما تدخلوهم الفرن. هيطلع معانا. يا رب الطريقه تعجبكم، بتبقى بسيطه وسهله، وتقولوا رايكم. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.